اوعدكم ان دي هتبقى احلى طريقه تعملوا بيها المكرونه بالبشاميل. طريقتها سهله جدا، وكمان هقول لكم سر البشاميل المظبوط وهينجح معاكم من اول مره. سهله وسريعه وطعمها خطير. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. في طاسه هنزل بمعلقه كبيره من الزيت او السمنه، بصله متوسطه متقطعه صغير، رشه ملح وفلفل اسود. هقلب البصله كده لحد ما تدبل معايا. هنزل بنص كيلو من اللحمه المفرومه، هقلبها لحد ما تغير لونها خالص. هديها رشه جوز الطيب و3 معالق كبار من الصلصه. هقلبهم مع بعض وهوطي النار كده لاقل من المتوسطه، اسيبهم 5 دقايق بس، وكده اللحمه بقت جاهزه معايا. هسلق المكرونه ميه مغليه، معلقه كبيره من الملح. هنزل بكيس من المكرونه حجمه 400 جرام، ومش بسيب المكرونه كتير، من 7 ل 10 دقايق لحد ما تبقى طريه بس في نفس الوقت ماسكه نفسها. هصفيها واديها شطفه بسيطه قوي تحت الميه. البشاميل 3 معالق كبار من الزبده، 3 معالق كبار من الزيت، 5 معالق كبار من الدقيق بس مش بيبقوا مليانين قوي. هقلبهم مع بعض كويس جدا لحد ما ريحه الدقيق كده تطلع. وهنزل بقى باللبن بالتدريج، بنزل شويه شويه باللبن واقلب. اول ما شويه اللبن كده يختفوا احط شويه لبن كمان واقلب لحد ما اخلص كل كميه اللبن. وانا هنا حطيت لتر من اللبن. ولما القوام عندي يتقل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هنزل بكوبايه من كريمه الطهي اللي هي العلبه الصغيره اللي موجوده في السوبر ماركت. بتدي طعم كريمي وقوام حلو قوي للبشاميل. هظبط الملح والفلفل الاسود ورشه كده من جوز الطيب. هقلبهم كويس قوي وبس كده بقى جاهز عندكم احلى بشاميل اللي ممكن تدوقوه، بقوام تحفه وكريمي كده وخطير. هدهن البايركس او الصينيه بتاعتي بشويه بسيطه من الزيت. هنزل بطبقه من المكرونه، رشه ملح وفلفل اسود بتدي طعم حلو قوي للمكرونه. هنزل بطبقه اللحمه المفرومه واسويها كويس قوي. وبعد كده هنزل بطبقه تاني من المكرونه، رشه من الملح والفلفل الاسود. وبحط بقى الجبنه الموتزاريلا قبل على طول البشاميل علشان تحسوا بطعم الجبنه والمطه بتاعتها. هننزل بقى بالبشاميل بتاعنا التحفه ده. وانا مش بحب اقلب البشاميل في المكرونه، انا بحب اعملها طبقات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بالنسبه لي بتبقى احسن. وبالشوكه كده بعمل فتحات علشان اتاكد ان البشاميل نزل لتحت. وطبعا لو عايزين تقلبوا المكرونه في البشاميل الاول، ده حسب ذوقكم وحسب ما تحبوا. هي في اي حاله هتبقى حلوه جدا. بكون مشغله الفرن على درجه حراره 180، بتدخل على الرف الوسط، بتقعد 20 دقيقه بس من تحت. وبعد كده بفتح لها الشوايه عشان تاخد اللون التحفه اللي انتوا شايفينه ده. لو انتوا زي كده وبتحبوا تاكلوها والبشاميل سايح فيها وغرقان كده، يبقى قطعوها وهي لسه سخنه. انما بقى لو عايزينها قطعه متماسكه، يبقى سيبوها تبرد شويه وقطعوها، هتلاقوها متماسكه بس في نفس الوقت برضو البشاميل بيبقى طري جدا وطعمها خطير. كانت مظبوطه قوي وطعمها تحفه. جربوها، انا واثقه جدا انكم هتحبوها.